لما الصداع بيتكرر عندك اكتر من مرة ياريت تدور وراه، لان دماغك بتقولك في حاجة غلط، خد بالك. فبلاش نحط التاتش بتاعنا ونقول اصلا انا ما بنامش بقالي كام يوم، اصلا انا ما باكلش كويس، اصلا انا ستريسد، اصلي انا. لا، دماغ بتقولك في حاجة غلط، فمن فضلك دور وراه. طيب، تاني حاجة عايزة اتكلم فيها حوار الضغط. في ضغط عالي وضغط واطي. ساعات شباب كتيرة جدا وقت الجامعة ضغطه بيوطى ويفتكر ان هو ضغطه واطي، لكن ممكن يكون ضغطه عالي، فياخد دواء عكس الدواء من غير ما يروح يكشف او حاجة. طب ايه اعراض الضغط الواطي وايه اعراض الضغط العالي؟ الضغط العالي ساعات ما بيكونش ليه اعراض واضحة خالص، ساعات كتيرة جدا، بس تيجي تحس كده ان فيك حاجة غريبة وتيجي تقيس الضغط تلاقيه عالي جدا. فناخد بالنا انه ساعات الضغط العالي ما بيبقاش ليه اعراض. طب هو الضغط الطبيعي اصلا كام؟ 120/80، ده الضغط الطبيعي. طيب ايه بقى اعراض الضغط العالي؟ صداع بيفرتك الدماغ، واحمرار في وشك مزنهر كده، مزنهر جدا كمان. ايه كمان؟ دوخة شديدة، ودانك بتصفر، في حاجة غلط في ودانك مش مظبوطة، في حاجة مش تمام. ضربات القلب بتكون سريعة جدا جدا كمان. اوقات كتيرة كمان بيحصل تشنجات عضلية، يبقى فيه كسرة في التبول. ده غير ان كمان ودنك مش بتصفر، ممكن اوقات بتحس بضغط فيها، يعني مضغوطة كده، تحس انه في حاجة غلط، يعني في حاجة عليا هنا من هنا كده مش قادر. فده الضغط العالي. طيب لو انت شخص بقى ضغطه عالي او انت مريض ضغط عالي، المفروض انك تحافظ على ضغطك ازاي؟ 1، انك لازم تقيس ضغطك بشكل منتظم. 2، انك تبعد عن الدخان، ما تشربش دخان. 3، انك تاكل اكل صحي، فواكه، خضار، تشرب ميه. 4، انك ما تزودش في اكلك في ملح او في سكر. ان انت تبعد عن الفاست فود تماما، وانك تلعب رياضة بشكل منتظم على الاقل 150 دقيقة في الاسبوع. انك تحافظ على وزنك. دول الحاجات اللي ممكن تحافظ على ضغطك لو انت مريض ضغط عالي. اما بالنسبة للضغط الواطي، برضو بيكون فيه صداع وشديد جدا كمان، مع عدم وضوح الرؤية، ما بتكونش واضحة خالص. نفسك بتحسه تقيل، بتاخده بصعوبة، وألم في صدرك رهيب. ده غير كمان ان دقات القلب ما بتبقاش منتظمة تماما، مش زي الضغط العالي بتكون سريعة قوي. ولو الضغط واطي جدا، بيحصل ان انت كده بتشوف الدنيا بيضة وبتقع من طولك وبيغمى عليك. ده في حالة الضغط واطي جدا. اما اخر معلومة النهاردة هنقولها، لو انت مصاب بفقر الدم او الانيميا، يعني ايه اعراضها؟ ومن فضلكم يا ريت اللي يحس ان الاعراض دي شبيهة جدا للاعراض اللي عنده ما يقولش لا ده انا خلاص كده عندي انيميا، لا، لازم يروح يعمل تحليل دم الاول عشان يتأكد من الكلام ده. ويتأكد كمان لانه ممكن يكون في حاجة تانية او حاجة كمان زائد الانيميا، فيطمن على نفسه. مبدئيا كده تعب على طول، انا على طول تعبان. فقد الشهية بشكل مميت، يعني فقدان الشهية بشكل صعب قوي، ضعف فيها قوي. كمان في شحوب، مش بس في بشرتي، ده في اللثة وفي لساني، وكمان في كل حاجة فيا، حتى عيني كده على طول دبلانة. ضوافري بتتكسر بشكل مش طبيعي، تطول سنتي والاقيها بتتكسر. شعري بيقع بشكل رهيب. سرعة في ضربات قلبي ما بتسكتش، سرعة رهيبة، في قوة كده في ضربات قلبي. على طول عندي إحساس بعدم الاتزان، وأنا قاعد مثلا وجيت أقف أحس إن في هبوط حصل لي. ضغطي وطي، حاجة مش طبيعية. ضعف في المناعة. أمراض عندي دايما ما بتوقفش، يعني دايما عندي أمراض كده شغالة على طول، التهابات، جروحي ما بتقفلش كده يعني. لو انا حد بلعب رياضة بقى عندي صعوبة شديدة جدا في ان انا اتنفس، او ممكن كمان اللي هو كده بقى، يعني وصلت للمرحلة دي. كل ده من الحاجات اللي ممكن تقولك انه انت عندك انيميا، اللي هو فقر دم. فمن فضلك لو الاعراض دي شبيهة لحاجات عندك كتير، ممكن تروح تكشف، تعمل تحليل دم عشان تتأكد انك كويس، او ايه اللي ممكن يكون عندك. طبعا ربنا يبارك في صحتكم يا رب، ويبعد عنكم اي حاجة وحشة. بس لو طلع عندك انيميا، من فضلك تابع مع دكتور، مش تنام على الحوار تاخد كام دواء وخلاص، لا، ما بنعملش كده. ممكن اقول لك كمان افضل الاكل اللي ممكن تاكله لعلاج الانيميا: سبانخ، فاصوليا، بيض، عسل، ممكن كمان تفاح، رمان، ممكن تمر، كبدة،
حاجات كتيرة ممكن تاخدها ممكن تعالج الأنيميا بشكل كويس. ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم، ودي كانت معلومات النهاردة، يا رب تكون أفادتكم.